يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على اللي بيحصل، يا عيني على اللي بيجرى. المنتخب المغربي مروح بيته النهارده يا جماعة ورافع راسه في السماء. المنتخب المغربي طبعا يعني يرفع قبعة للاعبين محترمين النهارده اجتازوا المباراة بثنائية ذهبية رهيبة، ايا كان منهم ابراهيم دياز ولا الكعبي. حاجة في منتهى الخيال والفخر. بالله عليكم قبل ما ابدأ الفيديو نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم كل جديد، وفضلا وليس امرا صلوا على سيدنا النبي. المنتخب المغربي يا جماعة علم على جزر القمر بثنائية، والنهاردة مدرب جزر القمر مروح هو واللعيبة باكيين وطبعا زعلانين جدا جدا من النتيجة. وطبعا ما كانوش متوقعين ان الحظ سيحالف المنتخب المغربي. كل من يتهاون بالمغرب، كل من يعني انا هقولها بالمصري هيتعلم على قفاه من الاخر. محدش يستهتر بالمغرب، محدش يتهاون بالمغرب نهائي. اللي هيتهاون بالمغرب بعد كده هياخد على قفاه. واللي بيفكر ينافس المغرب ومفكر ان هو هيفوز على المغرب يبقى بيحلم ونجوم السماء اقرب له. ما فيش الكلام ده. المغاربة خلاص يا جماعة عدوا الحدود، والخطط بتاعتهم بسم الله ما شاء الله بينفذوها بنجاح، ومحدش فيهم يعني بيأدي وخلاص بجسد، ده بيأدي بروحه قبل جسده. يعني بيشارك اللعب والأداء بروحه قبل جسده، وعارف هو بيعمل ايه وبيفكر ازاي يعني بيهاجم ازاي وبيلعب ازاي والخطة المدروسة اللي حاطينها بكل الطرق. يعني بسم الله ما شاء الله، ناس مخها شغال، ناس عندها عقلية عبقرية. فمدرب جزر القمر مروح مقهور ومكسور وزعلان وقهران، وحاجة يا جماعة قسما بالله عار، حاجة عار عليهم، حاجة عار عليهم. والمغرب ده بصراحة مشرف العالم كله. العالم كله دلوقتي بيقولش الا ديما مغرب، وانا من موقعي هذا بقول ديما مغرب 1000 مرة. يا مشرفينا، يا اللي ان شاء الله نتمنى لكم الفوز انتم بالذات. طب ما في كذا فرق تانية برضو قوية وبتلعب، اشمعنى المغرب اللي انت معلقة عليه؟ علشان دولت فرق محترمة قبل ان تكون فرق محترفة. ناس محترمة جدا جدا جدا، وناس والله العظيم لو الواحد يفكر شوية بعقله ويفكر صح هيلاقي ان هم فعلا ونعم الفرق الرياضية. اولا عندهم انسانية، وعندهم يعني اداء رائع. الناس دي بتفكر يا جماعة، ما بتلعبش وخلاص، تدرس الخطة الأول اللي هتلعب بيها وبعد كده بيلعبوا بخطة مدروسة. وحاجة يعني في منتهى الفخر. فكون النهاردة اللعيبة تروح يعني منكسرة الرأس وزعلانين ومعيطين وبيقولوا المباراة يعني احنا خسرناها بالتحكيم، وان الحكم يقول ده ظلم، احب اقول له انت يعني انت اللي ظلمت نفسك. بمعنى انت اللي ظلمت نفسك انك اساسا حطيت نفسك ما بين مقارنة مع المغرب ازاي، وفي نفس الوقت انت هتنافس فريق كبير، فبالتالي لازم أن تكون عارف انت هتنافس مين. لو كانوا عرفوا مقدار الفريق اللي هينافسوه ما كانوش خسروا. ولكن المغرب عارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيسيطر ازاي على الكورة، امتى يسيطر على الكورة وامتى يسيبها وامتى اللعيبة تنزل ويعني وتأدي باجتهاد. لكن محدش هيتهاون بيهم، محدش هيتهاون بيهم. والاعلام الجزائري هيطلع وهيقول ده ظلم والمغرب بيكسب بالرشاوي والوسايط وهذه كولسة والتحكيم تحكيم ظالم. من اين لكم هذا يا كفار قريش؟ من اين لكم هذا؟ انتم ضعفاء، عقلية ضعيفة، عقلية غير مفكرة بالمرة. لو كنتم تعرفوا قيمة ومقدار اللاعب المغربي على اصوله ما كنتوش هتقولوا كده،
ما كنتوش هتفكروا التفكير يعني السيء ده. فبالتالي انتم عقلية ضعيفة، انتم عقلية عقيمة، ما بتفكرش في المنتخب المغربي على مدى قيمته وقامته، فحاطينه في مكانة وحشة، وأنتم من يستحق هذه المكانة. ولكن المنتخب المغربي يا جماعة يستحق أن يعلو ويعلو 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 حتى يطيل أطراف السماء، لأنه يستاهل، لأنه يستاهل. فرقة محترمة، فرقة عبقرية، مشرفانا ومفرحانا، وإن شاء الله النصر للمرة المليون سيحالف المنتخب المغربي. فبلاش حد يطلع ويتكلم في حقهم، لأن إحنا وكل محبين المغرب هيطلع وهينتقد وهيرد وهيجيب لهم حقهم 100%. فبالله عليكم اخواتي، بالله عليكم تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا بقية التفاصيل. اتمنى من حضراتكم الاشتراك، فعلوا اختكم زر الجرس، ما تنسوش حطوا لي اللايك. فضل ليس امرا، صلى على سيدنا النبي.